السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايه لكم فيديو جديد. اول حاجه كده عاوزاكي تنزلي تحطي لايك للفيديو وتشتركي معانا في القناه لو انت لسه اول مره تشوفيني. ويلا بينا نبتدي الفيديو. النهارده بقى فيديو طريقه سحريه لتنظيف البوتاجاز وحوامل البوتاجاز. اول حاجه كده بنحط على البوتاجاز شوية من المسحوق أو الصابون المواعين اللي انت بتستخدميه، على معلقة من الخل. الخل تحفة، بيفور أي دهون لازقة في البوتاجاز، بيفور أي حاجة. أول حاجة أنا عملت برضو شوية في طبق مسحوق المواعين مع معلقة من الخل، وحطيت منهم شوية على البوتاجاز، والباقي بستخدمه دلوقتي حاليا في تنظيف الحوامل. همسك واحدة واحدة كده، حامل حامل بالسلكة الخشنة اللي هي سل ستيل مع جزء من السلك الناعم، وهفضل ادعك فيه لحد ما احس ان هو خلاص طلع كل الدهون اللي فيه، واحدة واحدة زي ما انت شايفة معايا. طبعا هنا انا لابسة جوانتي علشان لو انا ملبسش جوانتي بعد ما بخلص تنظيف البوتاجاز بلاقي ضوافري، او حتى لو ما عنديش ضوافر بتلاقي بواقي السلك اللي انت بتستخدميه تحت الضوافر. فنصيحة ان انت تبقي لابسة جوانتي. وفي اخر الفيديو برضو خليكم معايا عشان هعرفكم طريقة تنظيف فلاتر الشفاط الهرمي. هتلاقيها على فكرة ما بتحتاجش معاكي دعك ولا حاجة، بمنتهى السهولة كل حاجة هتبقى نزلت من الحوامل. زي ما انت شايفة. دلوقتي بقى هبدأ في تنظيف البوتاجاز ذات نفسه. شايفة اللي حوالين العيون ده كله، تحت العيون، هتشوفي دلوقتي هيطلع بمنتهى السهولة. دلوقتي بقى هجيب السلكة اللي هي سلستيل، وسلكة برضو ناعمة، لان في اماكن انا بحس ان هي محتاجة السلكة دي، انا بوريها لكم دلوقتي، وفي اماكن بتحتاج السلكة الناعمة، فانا بخليها على الوشين معايا مع بعض، هما الاتنين لازقين في بعض. وقت ما الاقي الدهون بستعمل الناعمة. وقت ما بلاقي اي مثلا اي حاجة تكون لازقة مثلا، او لو انت عندك البوتاجاز متسخ قوي، دي هتنفعك جدا، هتطلع في ثواني ومش هتحتاج منك اي مجهود. وهنا برضو وريكم العيون، الاماكن البني اللي فيها دي كلها دلوقتي هتختفي. بصي دي برضو مش نظيفة، برضو بقى شكلها ندفت في ثواني معايا، ودي برضو اهي نتفت، عملتها اهو بالسلكة بال بالخل والصابون اللي انت بتستخدميه، الصابون بتاع المواعين. هنا بقى مسكت البوتاجاز زي ما انت شايفة. بعدي السلكة في كل مكان. الطريقة دي يا جماعة سحرية، جربوها وانت تعرفوا. معلقة الخل بتشيل الدهون كلها، بتسهل معاكي لما بتيجي تمسحي المسحوق اللي انت استعملتيه في التنظيف، بتكسر حدة المسحوق وبيتشرب بسرعة معاكي، يعني بتلاقي نفسك الرغوة بتاعت المسحوق دي راحت معاكي بسرعة. بنضف بيه البوتاجاز وحوامل البوتاجاز، وبنضف بيه الفرن، وبنضف بيه الظهر بتاع البوتاجاز الازاز والعيون. بصراحة تحفة. زي ما انتوا شايفين كده، انا عديت السلكة بالمسحوق بالصابون المواعين بالخل، مش هسيب حتة الا لما اعدي ايديا بيها عليه. دلوقتي بقى بلم كل حاجة، حتى بصي
زي ما انتوا شايفين. يعني بص، من اول لفة الفوطة على البوتاجاز بتلاقي المسحوق بدأ خلاص. المرة التانية هتلاقي البوتاجاز زي الفل بيبرق وبيلمع اكنه مراية. دلوقتي بقى انا كمان هاخد الازاز بتاع البوتاجاز من ورا. بص، انا عندي الازاز كان نضيف فما احتجتش ان انا اعمله بالسلكه بصراحه. انا مشيت عليه الفوطه بس، يعني الفوطه بعد ما شطفتها كويس جدا ومشيتها عليه بقى زي الفل، معلوش دهون، لان انا ايديا على طول فيه. دلوقتي بوريكم البوتاجاز بقى بعد ما انا نشفته بقى. بصي، مرايه بيبرق. بصي اللمعه اللي فيه، جربيها وعمرك ما هتبطليها. دلوقتي بقى عشان تحافظي على بوتاجازك ان انتي مثلا تقعدي بقى تحطي خل، مع ان يعني الخل مش حاجة كبيرة ان انتي تشتريها وكده، بس برضو عشان يبقى اسهل معاكي في التنظيف وما تحتاجيش تاخدي فيه وقت اطول وكده. فانتي ان انا بصراحة معتمدة الطريقة دي، بنضفه بالخل وبالمسحوق بتاع المواعين، وبعد كده بحط ورق فويل. بحط ورق الفويل ازاي؟ بحط القطعتين، يعني البوتاجاز عندي بياخد قطعتين. اولا كده العين اللي في النص دي انا ما بستخدمهاش خالص نهائي، بغطيها تحت الورق الفويل. ثانيا بحطها هي اول حاجه تحت. ثانيا بحط القطعتين بعرض البوتاجاز مش بالطول، عشان يغطي لي، يعني بيبقى قدامي يعني ما اديش فرصه اكبر لاي حاجه تدلق، مثلا شوربه، لبن، شاي، اي حاجه ان هي تنزل تحت ورق الفويل. فانا بخلي ان القطعه تبقى هما الاتنين متقابلين في تقاطع واحد، هو التقاطع ده الوحيد اللي هو يبقى فيه مجال ان هو ينزل منه السائل للبوتاجاز. يا ريت تبقوا فهمتوني يعني، او لكم رايي، او يعني فكرتي، او تبقوا فهمتوني يعني. تمام. المهم بعد كده بقى بجيب العيون، اكون بعد ما نشفتها طبعا بفوطه. آه هدخل كل عين في مكانها، وبعد كده بشيل العين تاني. بروح شايله قطعه الفويل اللي هي مثلا بتبقى سادة المكان بتاع الغاز، لازم تتشيل. اوعي تنسي تشيليها، عشان انت لو سديتيها هيحصل ايه؟ الغاز مش هيولع معاكي، مش او غاز الانبوبه او الغاز العادي يعني. فانا بشيل العين تاني وبشيلها. انا هوريكم دلوقتي زي ما انتوا هتشوفوا. بصوا اهو الفويل مقفول خالص، فانا هحدد مكان العين بتاعه البوتاجاز واحطها. انا يعني قصدت ان انا اعمل حركة زي كده واوضحها لكم بمنتهى التفاصيل، علشان غلطة زي دي يعني، الله اكبر، يعني ربنا يعني بعد الشر عن اي حد، يعني غلط يعني ليها توابع وحشة. فانا عملت زي ما انا عملت قدامكم كده. بس بعد كده بقى بجيب الحوامل برضو ببقى بنشفاها، بحطها، وبالمنظر اللي انتوا شايفينه ده بيبقى شكل البوتاجاز بيرجع جديد زيرو، اكنك جايباه لسه جديد، بمعلقة الخل بس. انا دلوقتي بفرجه لكم، ويا ريتكم تكتبوا لي لو عجبكم الفيديو وحطيتي اللايك واشتركتي في القناة، تكتبي لي بقى تعليقك الحلو ان البوتاجاز عجبك. لو مثلا عندك خلطة جديدة او انت عندك طريقة تانية بتبقى احلى واسرع. بس ما اعتقدش ان في حاجة دي اقل التكاليف. معلقة خل باقل التكاليف. مفيش حد في بيت من بيوتنا ما فيهوش خل. دلوقتي بقى هوريكم شكل الفلتر بتاع الشفاط اللي بيبقى فوق البوتاجاز اللي هو الهرمي. انا بخلعه، بس بصراحة انا كان عندي الفلتر دوت ما فيهوش دهون كتير، يعني استعمال مثلا شهر، استعمال شهر. فكيته وبالليفة مش بالسلكة، عشان ما يحصلوش اي يتقطع يتنتش الكلام ده كله. كنت خايفة عليه بصراحة. وبعدين بالليفة بالناحية الخشنة جبت برضو شوية صابون مواعين، وجبت معلقة شوية خل صغيرين وبدعكتهم بقى زي الفل. بعد كده حطيتهم على ظهر البوتاجاز يتصفوا، عشان لازم يتركبوا وهم ناشفين. ودلوقتي بوريكم بقى منظر الشفاط اللي انا عملت له
هو على فكرة انتوا شفتوا نوعه وكل حاجة، هو حلو جدا، بس هو عيب واحد بس فيه ان هو صوته عالي. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعي النهاردة. يا رب يكون عجبكم. استنوني في الفيديو الجاي، هتوحشوني جدا. مع السلامة.